السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. انت في الريمونتادا. النهارده هنتكلم عن برج العذراء، 5 حاجات بتدل ان هو بيحبك بجنون. يلا بينا نعرف. بس قبل ما نعرف لازم اعرفك ان هو برج مخابرات، من اذكى الابراج، مش سهل جدا انك تضحك عليه، مش بيتأمر، كل حاجه بمزاجه هو مش بمزاجك انت. يمكن منتقد شويه، ما بيشوفش نفسه ان هو غلطان، ما بيطلعش نفسه، ولكن برج على وضعه ثابت. فيلا بينا بقى نبدأ حلقة النهاردة. وكالعادة لو كنت جديد معانا في القناة فانا برحب بيك وبقول لك اهلا بيك. انت في الريمونتادا، انت في القناة دي عشان خاطر تبقى على وضعك، كمان تعرف حاجة جديدة عن نفسك او عن غيرك او عن اي حد مهتم بيه، تطور من نفسك في كل حاجة وتعرف نفسك وتغير الوحش وكمان تنمي الحلو وتبقى على وضعك زي الناس التانية. النهاردة بقى نتكلم عن 5 علامات بتدل ان برج العذراء بيحبك. وبرج العذراء زي ما احنا عارفين مش دايما بيدي كل حاجة، بيدي بمزاجه وبيدي على قده وبيدي بدماغه هو. فاول علامة معانا بتدل ان هو بيحبك ان هو هيبتدي يفعل معاك. برج العذراء بتاع افعال مش بتاع كلام، ملوش في الكلام، مش من الناس اللي هم بتقعد تقول لك كلام حلو على الفاضي وعلى المليان وتقعد تتسهوك كده زي ما علينا. فمش ده العذراء خالص. العذراء انجليزي، ملوش في الكلام دوت، ملوش في ان هو يقول لك كلمه حلوه طب استنى طب يغازل. لا، الكلام ده بعد الجواز في اوقات رومانسيه في السنه، ونادرا نادرا. ليه؟ لان هو بقى بيديهالك افعال. يعني ممكن يهزر معاك بطريقه رومانسيه ولكن ما يقولكش كلام رومانسي. ممكن يقدم لك حاجه كويسه جدا كان نفسك فيها وكنت بتتكلم عليها او كنت بتتكلمي عليها من زمان او من وقت معاه، فيجيبها لك، يحاول ان هو يفرحك باقصى طريقه حتى لو كان على حساب نفسه، مش مهم خالص. العذراء ملوش في ان هو يقعد يديك كلام بقى ويقعد يتسهوك والكلام ده، لا، هو بتاع افعال رومانسيه. فلو عمل معاك فعل او عمل معاك حركه او رمالك كلمه فيا بختك يا بختك يا بختك كده. دي من ضمن العلامات اللي بتدل ان هو بيحبك بجنون. وخلي بالك العذراء مش سهل تفهمه، فانت لازم تفتح دماغك معاه شويه. لو كنت اي برج، بتكلم على الولد وبتكلم على البنت بصوره عامه. تاني حاجه معانا هيعملها العذراء تجاهك انت شخصيا، لو كنت برضو ولد او لو كنت بنت، ان هو هيحاول يساعدك، يحاول يلزق لك، يحاول يساعدك، يحاول ان هو يلزق لك. هياخد حجة المساعدة ديت في ان هو يلزق لك او يلزق لك، ان هو طب نتكلم، طب نتفاهم في الحوار ده، لا ان شاء الله ليه حل، لا طب احنا هنعمل كذا، طب هنسوي كذا. حتى لو انت كنت فاقد الامل، حتى لو انت الدنيا سودت من ناحيتك، مش عايز تعمل حاجة، مش جاية معاك انك تعمل حاجة، مش هعمل، لا هو هيعمل وهو هيحل وهو هيحاول يلزق لك، هيحاول يضحك ان هو يلزق لك، هيحاول ان هو يبادر. طب انا اللي هحل، طب انا اللي هعمل، اصبر بس، اهدى عليا، خليك معايا بس، خليك، طب افهم، طب نتكلم. هيبتدي ان هو يحاول ان هو يشتغل على النقطة دي معاك، وان شاء الله هتتحل، لان ده برج العذراء. الحاجة اللي بعد كده هيشاركك في قراراته، وديت يعني انا بقول لك نادرا، بس انا حاططها لان العذراء لو عمل كده مرة او لو اخد رأيك في مرة فانت يا باشا بقيت جوه قلبه، ومستحيل ان هو يعني ما يكونش بيحبك. لا، قرار صعب جدا ان عذراء يدخل حد في قراراته، قرار صعب جدا. ليه؟ لان هو اللي بيأمر، هو اللي بيدي، هو اللي بيعرف يتكلم، هو اللي بيعرف يحل، مش محتاج لفلان اللي يحله، مش محتاج ليه فلانة تحل لها مشاكلها. لا 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 لا. وعلى فكرة ده مش كبرياء، دي ثقة في النفس، بيعرف يتعامل. العذراء انا ده الصح فده اللي هعمله. يعني اوقات كتير ما بيفكرش يعني غير بعقله ومشاعره، ما بتتخشش في الحوار، ولكن برضو من ضمن الناس اللي على وضعها اللي تقدر تعتمد عليها. فانه يشاركك قراره، يا ده انت كده يعني يا معلم، برنس 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 برنس. حاجة تانية من ضمن الحاجات برضه او من ضمن العلامات، ودي النقطة الرابعة او العلامة الرابعة اللي بتدل ان برج العذراء بيحبك، ان هو يهتم بأهلك. دايما العذراء من ضمن الابراج اللي بتحترم اي حد قدامها، ودايما العذراء ملوش في حتة ان هو يلف ويدور. ليه؟ لان هو اصلا
اسلوبه كده، فانا هلف وادور عليك ليه؟ انا اسلوبي وطبيعتي وذكائي كده، من كلمتين افهم من غير ما الف. انا اسلوبي الطبع من جوه كده، ولكن ان انا اقعد بقى الف وادور طب نشوف، لا، هي كلمتين 3 هوقعك في الحوار خلاص. فان انا ذات نفسي اهتم باهلك، ودايما ما احطش اهلك في اختبارات، ودايما ما احطش اهلك في مشاكل، دايما احترمهم واحبهم حتى لو كانوا بساط او لو كانوا اغنياء برضو ايا كان. فدي حاجة مهمة جدا في شخصية برج العذراء، ما بيعملهاش غير للناس اللي بيحبهم. طب بيتعامل مع كله باحترام؟ بيتعامل مع كله باحترام. يبقى كده ريمونتادا هو عادي، النقطة دي عادي، يعني مش هتثبت لي ان هو بيحبك، لا، هيتعامل معاهم بتميز، دايما هيميزهم عن باقي الناس، دايما هيقدرهم عن باقي الناس، دايما هيحترمهم عن باقي الناس. حاجة مهمة ودي الأخيرة معانا في حلقة النهاردة، برج العذراء ما بيكسبش حد بحاجة، ولكن لو جاب لك حاجة هيجيب لك حاجة قيمة، وإن دل على شيء يدل إن هو عايز يفرحك وبيحبك. ليه؟ لأن ما بيطلعش فلوسه على الفاضي وعلى المليان لناس ملهاش أي لازمة، أو صحبة ملهاش أي لازمة، أو بنت ملهاش أي لازمة. مش هو اللي هو عنده إفراط في إن هو يقعد يصرف ويطلع ويرمي، لا، هو بيطلع في الوقت المناسب، بالطريقة المناسبة، بدماغه وبمزاجه، فان هو يجيب لك حاجة او يهديك بحاجة. فدي كبيرة جدا. ممكن انت ما تكونش بتاع هدايا، ممكن انت ما تكونيش بتاعت هدايا ومالكيش في الجو دوت، مش بتاعتي، ولكن هو برضو عايز يخليك تفرح من جواك، عايز بس يقولك انا نفسي اعمل لك اي حاجة، نفسي اهديك باي حاجة عشان بس انت تفرح. مع العلم ان هو من اذكى الابراج، بيعرف يفكر كويس، ولكن في موضوع الهدايا مالوش خلق كتير. لا، ده هنجيبه ايه؟ ماشي يا عم، اي حاجة يلا بينا يلا. كذلك البنت، بس البنت اكتر، لان البنت برضو بتلف في موضوع الهدايا اكتر من الولد في ان هي تجيب. فدي يعني علامة مهمة جدا. في علامات كتير ولكن احنا بنقول علامات المخفية، العلامات اللي هي ما بتظهرش، اللي ما باخدش بالي منها، اللي بيضحك عليا فيها. طرق كتير جدا 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 علشان تكسب بيها قلب برج العذراء. يعني يا ريت تكتب لي في كومنتات تقول لي بقى الحلقة عجبتك ولا لا، وكمان تكتب لي تحت تقول لي عايزنا نتكلم في ايه الحلقات اللي جاية، وتقول لي بقى انت عذراء ولا برج تاني، او مهتم بحد من برج العذراء. سلام عليكم، استنوني في حلقات جديدة.